طبعا يعني انا عايز اقول بقى حاجه كمان. يعني السبب من اسباب نجاح وقوه اسم عبده الامير ده بوسي مراتي. عرفته في 2020. كان في الوقت دوت كان عنده كام فرع؟ لا، كان عنده فرع واحد بس في شارع سعيد. بوسي دي يعني السبب من اسباب فعلا، وزي ما الناس بتقول عامه اللي هي وش الخير عليا، وهي فعلا وش الخير عليا. يعني هي دي معايا. يعني انا اتجوزت بوسي وانا عندي فرع واحد في طنطا. ده اللي كان بدأ فيه في الأول خالص؟ ايوه، بدأ فيه في الاول خالص. وبعدين هو كان عنده طموح، وكان دايما بيقول لي انا عايزه افتح كذا فرع في طنطا وعايزه افتح في القاهره. الحمد لله، اللهم لك الحمد. عندي دلوقتي 6 فروع الحمد لله، ربنا كرمني. وفعلا هي السبب من اسباب الخير اللي انا فيه. وفتح فعلا بالفعل، فتح في الاستاد. كان فرع كويس جدا وكان قوي. وبعد كده بعدها بكذا شهر فتح في اكتوبر، تمام، على المحور المركزي. وجينا عشنا هنا. كان دايما بيقعد يقول لي انا عايزه افتح على وسط الدهشور. انا زوجتي كمان اختها قاعده في القاهره في اكتوبر، فكنت انا لسه في طنطا وعندي فروع في طنطا، فجيت اكتوبر هنا. فانا انبهرت الصراحه باكتوبر وبزايد، وربنا كرمني انا فتحت في اكتوبر وبعدين فتحت في زايد. وكان ده حاجه بالنسبه لي نقله قويه جدا 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 في حياتي العمليه والاجتماعيه. وجيت قلت لها في وقت كده، قلت لها انا هيوصل مرحله ان انا هبقى اقوى واحد على مستوى الجمهوريه في مجالي. وفعلا الكلام ده مثلا من 4-5 سنين فاتوا. في الصين، وبدأ يسافر دول تانية عن يشوف الخامات، التطلعات، الحاجات الجديدة ايه اللي في السوق. قولي لنا يوم عبد الأمير ماشي ازاي؟ بيصحى الساعة 8 الصبح، بينزل بيروح شغله، تمام، وبيشتغل وقت طويل جدا، ممكن اكتر من 18 ساعة في يوم. بيتابع الفروع التانية طبعا. بيروح البيت يتغدى وبيروح الجيم شوية، او ممكن بيروح الجيم بالليل بعد ما يخلص الشغل، بيرجع تاني بيتابع شغله. الحمد لله بفضل الله، يعني اللي انا ما بحط حاجه في دماغي بعملها بالنجاح بقى، بشقه، بتعب، فده رزق ربنا يعني. برغم ان هو عنده 6 فروع وعنده اكتر من 400 موظف، هو بيتعامل بنفسه معاهم. واي عميل في اي مشكله في اي حاجه، هو بيتعامل بنفسه مع العميل، بيحل اي مشكله. عبده الامير طموح جدا، دايما انا فخوره بيه، ودايما انا جنبه وهفضل جنبه، وهو يستحق ده جدا ويستحق اكتر من كده.